كوت ديفوار امامنا بتحاول تأمن دفاعاتها. نعود مرة ثانية إلى ساكو، ضغط من جانب المنتخب المالي لكن صعوبة الوصول، تفكير في التسديد، إدارة اللي كان سدد غادر ملعب المباراة، تسديدة قوية، الحل أمامنا عن طريق اللاعب نيني، عن طريق اللاعب نيني أمامنا اللي بيسجل هذا الهدف في هذه اللحظات. نيني يسجل الهدف في هذه المباراة وهدف التقدم للمنتخب المالي. يطلق صاروخ أمامنا هنا نيني في هذه الكرة في هذه اللقطة ويضع منتخب بلاده في المقدمة في اللقاء. أمامنا هو منتخب مالي يسجل بهذه التسديدة القوية جدا جدا الحقيقة عشان يتقدم على منتخب كوت ديفوار. أمامنا هنا باحترام تقديرا لهذه الجماهير. أمامنا هو اللاعب نيني اللي وضع هذه الكرة القوية أو صعب الكرة المرة دي بقى ما يقدرش يتحرك لها بشكل صحيح. يايا فوفانا أحد الحلول